الوفد إلى القاهرة مرة أخرى الأستاذ محمد منير. أستاذ محمد منير، بما أنك واحد من المصريين، أنت متحمل لتبعات وارتفاعات الأسعار الأخيرة، لأنك تعلم كما يقول السيسي أن الواقع سيتغير إلى الأحسن. تفضل. يعني أنا برضو مش قادر أعرف هو جاب منين امتنانه الشديد الشعب والشكر للشعب المصري اللي صبر. إيه رسالة الصبر اللي وجهها الشعب المصري لعبد الفتاح السيسي؟ أنا مش شايف أي رسالة صبر. أنا الرسائل اللي شايفها بقدر الإمكان بتطلع طبعا بالعافية، لأنه هو قدر يسيطر على كل منافذ الإعلام. إنما الرسائل اللي بتخرج من وراء هذه السيطرة كلها رسائل غضب، وكلها رسائل بتحمل عدم اقتناع، ولا أي شيء، لا تجد أي مبرر لهذه السياسات. مفيش حاجة اسمها إن إحنا بنتحمل عشان خاطر المستقبل. نتحمل عشان خاطر المستقبل فين؟ إذا كان الواقع بيقول إنما كلما يزيد مئات الفقراء فقرا بيزداد واحد غناء، يعني غنى. يعني احنا عندنا هنا على فكره في مصر زي ما في مظاهر فقر، في مظاهر بسخ وثراء فاحش، يعني بتاع ألف ليله وليله. الناس بتسافر تتعشى بطيارات وبترجع، ده موجود في مصر. بيجيب منين ان احنا موافقين على الكلام ده؟ طب هو اذا كان عاوز يعرف راينا بجد يرفع سيطره الامن القومي والمخابرات عن الصحف المصريه.